Association culturelle courte de Genève. The floor is yours. شكرا سيدة الرئيسة. أنا اسمي عزيز كالو، ممثل الجمعية الثقافية الكردية في جنيف. الكراهية جائحة ثقافية وأخلاقية لا تقل خطرا على الإنسانية من جائحات الطبيعية، وخطورته على الأقليات كبيرة جدا، ولا سيما بعد أن انتشر بشكل ملفت للنظر في سوريا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت الكراهية ثقافة إقصائية بامتياز من قبل بعض الجهات وبالتمويل من دول إقليمية بهدف تشويه صورة ومكانة الكرد وتضليل المتابعين للوضع. وهذا ما يؤدي بصورة أو أخرى إلى فوضى مجتمعية إلكترونية عارمة تنتج التحريض على العنف والأعمال الإجرامية والتوترات التي من شأنها الإضرار بالنسيج المجتمعي بأسي. ولكن الضرر الأكبر سوى أقليات المستضعفين مما يجعله أكثر عرضة للهجمات والحملات في مناسبات، خاصة بالكرد والمسيحيين والإيزيديين، ولديهم تجارب مريرة في ظل تنامي الفكر السلفي والداعش والميليشيات الإسلامية الراديكالية. أيها الحضور الكريم، عدم امتلاكنا لآليات فعالة لمناهضة هذه الخطابات في الفيسبوك، والتي تتقول في أشكال مختلفة كالخطابات العنصرية والتحقير والتنميط والتشهير والتحريض والتمييز والتطرف الديني والإرهاب وضعف الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى أن تأسيس المواقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية لا تحتاج إلى إمكانية مالية أو بشرية مع غياب الرقابة عليها، فضلا عن لعب جهات معينة دور سيء في توظيفها لغاياتهم الدنيئة وعدم فعالية الخطوات الهادفة إلى حد من انتشار الكراهية والعنف عبر الإنترنت. وعليه ينبغي تنظيم الفيسبوك وأخواته بموجب قانون الدولي لحقوق الإنسان وليس من خلال القوانين الوطنية. وفي الختام أقول ما دام خطاب الكراهية خطرا على جميع الشعوب والأمم، يجب أن لا نكتفي بإدانته بل محاربته والتجريم بتبريره تحت أي ظرف كان. ولا بد من فضح مروجيه وأهدافهم البغيضة. السعي الجاد وعلى كافة المستويات والأصعدة للنشر العلم ورفع الوعي مع نبذ التشدد والعمل لترسيخ ثقافة قبول الآخر والتعددية، مع تكثيف الجهود المدنية والحكومية والقانونية لمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وإحلال السلام. شكرا لإصغائكم. Thank you.